رمضان لو اتشقلبت، عارف لو انت تتشقلب كده، ها، زي ما كنت بتشقلب ايام الاخوان والعيال الصايعه بتوع 25 يناير، تمام؟ بيتهيألي مش ترند، هتبقى الترند في اخر الصف خالص، في السبنسه. ده الفرق بيني وبينك، الفرق بيني وبينك، والفرق بيني وبين جمال علام والاشكال دي. ويا جمال علام انا مش هرد عليك دلوقتي، انا مستني يجي لي جواب رسمي عشان ارفع عليك قضيه وابلغ النائب العام وارفع عليك جنحه امتناع عن تنفيذ حكم المحكمه الاداريه العليا انه لا يجوز انك انت تحقق معايا او تطلبني انت او لجانك. ويا سياده القاضي الجليل تاني يا محمد يا عبده صالح الوحشي صاحب المقام الرفيع، عد الى منصتك الغاليه، ده مكانك ومكانتك عند المنصه مش عند جمال علام. شكرا. اشكرك سياده المستشار. الواحد كل ما بيشوف الاخ رئيس الزمالك بينتقد في اتحاد الكره ويدوس في جمال علام بيدعي ويقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. انا طب القندوسي ده ولا القدوسي ده جه بناء على ايه؟ انت عشان كان رايح الزمالك فهي ضربه بس برضه شايفها كده، مش شايفها فنيه طبعا يعني. طبعا. هي عند كد نسا مش اكتر من كده برضه. اتصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. على فكره انا هقول لك حاجه، بس الراجل رئيس النادي الاستاذ عبد الحكيم سرور كان اصلا موجود في النادي الاهلي في زياره، وكان في اتفاقات على ان في لاعب هيتاخد. ابو مروان عطيه. ماله مروان؟ يا عم ده انا بص، طب ما هو دي حق مروان لاعب يا كابتن، النادي الاهلي محتاجه. يابا الله انا دفعت اكتر من سنه. لا يعني سيبك ماشي، ما هو اللي يدفع اكتر، بس انا بقول لك ايه، المفروض بقى انا كنادي اهلي بكياني واسم العريض او نادي الزمالك لما نادي يخش في صفقه المفروض انا اكبر دماغي. لا انت بتتكلم بقى، ما بيحصلش ده اصلا. لا هو كده نسى الله، مش دلوقتي عرض وطلب يا جدع وربنا ورحمه. لا هو عرض وطلب. ما انا استفدت من مروان اهو. اقول لك اللي انت بتقوله ده ممكن يحصل، لكن لو ما لعبتش اللعيب ده، صلى على النبي، لو انا جبته هو لعب ازاي؟ ما عندك السوليه جاله شلل في السمانه. طيب واخد بالك؟ والتاني احسن لاعب، لعيب كويس، خلاص انا استفدت بيه. ده ايه شلل في السمانه دي؟ في ايه يا عم؟ جايبين النهارده سباك يعالج عمرو السوليه شلل في السمانه؟ ما كفايه ضحك بقى.